يعني لما يخرج جماهير للأمة أيضا هناك رأي آخر، لأن بعض الناس من وسائل الإعلام العالمية لا يعرفون أن الشارع الآن فيه من الرأيين ما الله به عليم. صحيح. ستكشف عنه التحقيقات وهترى ما الذي حدث. ده في شيطان أوقع الفتنة هذه، وفي شيطان استغل هذا كله وكأنه لا يريد خيرا لمصر. ضرر رائع من فضيلة مفتي الديار المصرية فضيلة الدكتور علي جمعة، هي دعوة للشباب المتظاهرين اللي هم كانوا عاوزين يخرجوا بره التظاهر لكنهم خايفين من السلطات الأمنية. الدكتور علي جمعة والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الاثنين بيضمنوا عدم مساس أي شاب من هؤلاء. مظبوط يا فضيلة المفتي؟ مظبوط يا فندم. طيب فضيلة المفتي، الدكتور يوسف القرضاوي العالم الجليل أطلق دعوة لحشد المسلمين غدا، المسلمين تحديدا، بعدد ما لا يقل عن 1,000,000 مسلم في ميدان التحرير. هل توافق وكيف ترى هذه الدعوة؟ والله الدكتور يوسف يبدو أنه غايب عن البلاد وغايب عن إدراك الواقع الآن، وهو هناك في الدوحة في قطر بجوار الجزيرة، هو يستمع لها. معلش يعني ده نبقى نتفاهم فيه بعدين ونشوف ما الذي حدث عنده حتى يعني يقول هذا الخيال الذي يتخيله. القضية الآن هي قضية بلد متعطلة، هي قضية أناس لا يجدون الآن لقمة العيش من الناس. صحيح. اللي بنقول عليهم الأرزوجية اللي بياكلوا اليوم باليوم. ولذلك نص الفقهاء وجميعا وفي جميع المذاهب أنه يمكن حتى ترك الجمعة، يعني غدا يمكن للإنسان، لأن أنا تلقيت النهاردة عشرات بل مئات المكالمات تسألني هل يجوز ألا نذهب الجمعة غدا؟ نعم، عند خوف الفتنة على النفس أو المال يمكن ترك الجمعة. فأنا لكن التجربة السابقة التي يعني يعمل بها العالم إن هذه الاحتجاجات والتظاهرات تكون بعيدة عن شل البلد، ولذلك فإحنا عندنا حديقة الأورمان، وعندنا الحديقة الدولية في مدينة نصر، وعندنا في حلوان الحديقة اليابانية، وعندنا حديقة الأزهر. مصر على فكرة يا إخواننا محسودة، ومصر الناس متغاظة منها. نعم. وده يدل على برضه شيء من دي أصلها على نصية. حد ينشر في موقعه مع لإسقاط مصر. نعم. نعم. لا، مش مع لإسقاط مصر، روحوا اسقطوا روحكم. ونحن والشرع الشريف ضد هذه الفتنة. هؤلاء أصحاب فتنة، يتكلمون بفتنة، ويتكلمون بفتنة لأنهم يهرفون بما لا يعرفون. خد الكلمة اللي حلوة دي بتاعتي، يهرفون بما لا يعرفون. حطها دي في الديسك. بلا 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 كده، بلا بلا بلا، يعني بيهرف. حضرتك ساعات تفهم، ساعات ما تفهموش، ساعات يبقى ليه معنى، ساعات ما يبقاش معنى، اللي هي بلا بلا بلا. ليكن الأب في مظاهرة التأييد والابن في مظاهرة الرفض، ولكن بالهدوء بالسياسة. إنما رجل يخاف على نفسه أو ماله أو أنه لا يريد المشاركة في هذه الفتنة ولا في هذه المظاهرات، فعليه أن لا يصلي الجمعة غدا عند جميع الفقهاء، عند جميع المذاهب الإسلامية. فعليكم جميعا أن تمتثلوا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وألا تكروا على ما قدمتم من خير بالإبطال، وأن الدواء إذا زاد عن جرعته كان بلاء وهلاكا، وأن التعنت بعد النجاح يؤدي إلى الفشل. أقول للإعلام العالمي أن هناك رأيين في الشارع المصري الآن يسموها هذه جمعة الوفاء في مصطفى محمود، يريدون أن يتوجوا بطل الحرب والسلام، يريدون أن يتوجوا الحاكم الشرعي، يريدون أن يقفوا مع الدستور، يريدون أن يقفوا مع الاستقرار. كفانا خسارة وكفانا بلاء. وهناك اعتراض أن هذه المطالب المشروعة التي تريد القضاء على البطالة والقضاء على الفساد والقضاء على كذا وكذا إلى آخره، في رأيهم هكذا. أنا أقول لبتوع التحرير: يا جماعة خلوا، اقعدوا في التحرير، ولكن اتركوا السيارات تمشي.
ركزوا في التحرير، لكن بلاش تعطيل حال البلد. وانتوا يا بتوع مصطفى محمود مركزوا في مصطفى محمود، بس اياكم ان تعطلوا البلد. ولذلك بقول لبتوع دول ودول انا لا نمنعكم من ابداء الراي، انما الذي نوجهه هو بلادنا التي تخسر كل يوم بالمليارات، وهذا لا يرضي الرب ولا يرضي العبد. وهذا فيه يعني تجني الحقيقة على صورة مصر وعلى صورة الإسلام وعلى صورة الأديان وعلى صورة الشرق. ولو تركونا بس في حالنا الجماعة اللي هنا وهناك والشرق والغرب والله كنا نحلها، ولكن كل ما نحلها كلما أوقدوا حربا فالله سبحانه ونارا، والله سبحانه وتعالى يطفئ هذه الحرب ويطفئ هذه النار. آمين يا رب. كل الاثنين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وأقول لهم مذكرا بحديث الرسول: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. يعني كل الدماء دي في رقبة كل واحد كان سبب في هذه الفتنة. صحيح. فضيلة مفتي الدار المصرية الدكتور علي جمعة، شكرا جزيلا لهذه المداخلة. أعود لضيفي العزيز